السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ما تنسوش النهاردة بقى هنعمل لكم فيديو جميل عن شركة الرهف. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتدعمونا بأي تعليق كده. نبدأ النهاردة بشركة ميامي، بشقق ميامي في الإسكندرية. نبدأ بالحمد لله تعالى والثناء عليه، فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وهدانا إلى الصراط المستقيم، ثم نصلي وسلم على خير خلق الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل الله رحمة للعالمين وشفيعا للمؤمنين. برج الرهف في الإسكندرية. موقع البرج أول شارع الإسكندر الأكبر بجوار شارع خالد الوليد، خلف كنتاكي، من على بعد عن البحر 200 متر، ومن سنترال ميامي 200 متر. 4 أيام 650 للفرد. دي بجد الناس طلعوا فيها واتبسطوا جدا. الشقق بتبقى فيها انتريه وسفرة وشاشة ورسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة ومروحة. الناس اللي بتحب اسكندرية بقى والمعمورة بقى، وتحب بقى تروح القلعة وتحب شاطئ ستانلي وكوبري ستانلي، والناس اللي بتحب اسكندرية قوي مهما تروح في أي حتة في مصر، بصراحة اسكندرية ليها جو تاني وإحساس تاني خالص. هما السنة دي عاملين عرض كمان، مصايف 2025 على كل حاجة في مصر. عاملين على اللي عايز يروح يحجز من عندهم، بينزل محطة مترو سانت تريز ويطلع أول محطة فوق بيلاقي الشركة، أو بيروح في شارع فيصل أعلى البنك التجاري. شركة الرهف عاملة عروض كتير وعاملة حاجات كتير أوي، يا رب تعجبكم. وأي حد عايز يسأل على أي حاجة يبعتلي وأنا أقولكوا والله تحت أمركم. احنا عاملين فيديو عن العين السخنة، عاملين فيديو عن مرسى مطروح، عن الشركات، كذا شركة عاملين عليها. عاملين عن رحلات اليوم الواحد. في رحلات اليوم الواحد السخنة ولؤلؤة السخنة، وفي كذا شاطئ برضه عاملين عليه فيديوهات. في كمان رحلات اليوم الواحد اللي هي اسكندرية واسماعيلية، زي ما انتم شايفين برضه اسماعيلية موجودة تحت اهي ب250. وفي كذا رحلة مبيت، زي بورسعيد وزي بورفؤاد. وفي بقى راس السدر، وفي طبعا في شرم والغردقة، وفي الأقصر وأسوان. كل دي هما بيعملوا عليها عروض. ما تنسوش كمان تعملوا لنا لايك، واحنا في فيديو كده احنا بننزل لكم كل الأسعار وكل الأماكن اللي انت نفسك تروحها، بنعمل عليها فيديوهات وبنعرفك ازاي تروح وتيجي وكده. زي ما انتم شايفين ده مرسى مطروح برج الرياض. دي الأسعار بتاعته من أول 11/7 لغاية 13/9. وده برج بيت العز. وطبعا هما بيعملوا ميزة هنا اللي فيه تقسيط بدون فوائد. ده برج الزهراء. الأسعار برضو اللي فوق دي خلصت في 16/5، وفي من 17/5 لغاية 10/5 دي خلاص. دي الأسعار اللي بقى شغالين بيها الجديدة، 11/7 لغاية 13/9/25. هنا بقى برج بيانكي. تبقى مدة الرحلة 6 أيام 5 ليالي، 7 أفراد في الأتوبيس. للشقق اللي هي 3 غرفة. الشقق اللي 5 غرفة بيكون 2 غرفة بتكون 5 أفراد. بيديك بقى كل في الرحلة فطار كده، بيبقى معلبات عصير وباتيه
وكل الشقق بتبقى فيها انتريه وسفرة وشاشة ورسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة. لو انت بقى عايز تزود اي فرد بتدفع عليه رسوم، وبياخد برضو تيكت في الباص. دي بقى هنا برضو اللي عايز يوقف ويقراها، اللي هي في حالة الغائط او التعديل في المصايف. ودي مبيت بورسعيد. دي مبيت بورسعيد، برنامج رحلة تحرك من القاهرة الساعة 11 صباحا، الساعة 6:30 صباحا. افطار في الأتوبيس مجانا. الأتوبيس بيبقى مكيف، بيروح المعدية مجانا، وبعدين بتروح الفندق تاخد مكانك، وبعدين بيبقى فيه بقى حاجات إضافية لو انت عايز تروحها أو مش عايز تروحها، زي قرية النورس، زي التجمع. ودي بتبقى برضو بيبقى عند، برضو مفيش بقى الواحد نفسه يطلع بورسعيد عشان أكلة السمك، بس دي أهم حاجة. ويروح السوق التجاري وحديقة فريال، ويجيب من علوش بقى شوية شوكولاتات. دي اللي احنا كنا فيها برضو اسماعيلية 250. ده فندق دوما عامل عليه فيديو. دي رحلات اليوم الواحد: الريف العربي، افريكانو واسكندرية. الريف العربي ب425، افريكانو واسكندرية ب450، وادي الريان ب250، لؤلؤة السخنة ب300، وهنا اسكندرية ب200، وبورسعيد ب200. دي راس السدر المبيت، وراس السدر اليوم الواحد. دي مبيت 3 أيام ب1950. دي رحلات بقى الأقصر وأسوان. ودي رحلات سينا. دي ميكس سينا بقى، بتجيب 1000 جنيه يا ترى أو 975. وطبعا في رحلات الغردقة ورحلات شرم الشيخ. ودي رحلات جنوب سيناء. اي بقى حد عايز يسأل على اي حاجة يبعتلي. انا برضو سايب لكم هنا دي رحلات الغردقة. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك، واي حد عايز يسأل على اي حاجة يبعتلي، وانا تحت امركم جميعا.